Hi guys and welcome to a new episode من The Wiz This Podcast. اليوم عندنا a new community podcast اللي هي فقرة وين مش أنا اللي نهدر نتوما. طلبت منكم on my Instagram and Facebook pages انكم تبعثوا لي آراءكم على شكل vocal messages حول موضوع هل يجب تجريم خطاب الكراهية and راح نستعرضهم في هذه الحلقة. So stay tuned and see you after the intro. أول رأي جانا هو من عند طفلة ما على بالي شكون هي، استخدمت أي نيك نيم كي بعثت لي the vocal messages. بدات اوكي احنا نحترموا الخصوصية نتاعها وش يهمنا هو الأفكار والحجج نتاعها. So let's see what she got to say. Well, I don't see hate speech as a black and white thing. There are lots of gray areas in it. There is a type of hate speech that actually encourages others to be harmful and to be hateful and to do bad things to other people. This type of hate speech is both immoral and should be illegal because it doesn't just affect opinions, it also causes bad actions. Okay? But the other type of hate speech is, you can say, it is an individual opinion. It is quite limited. It doesn't spread out. It's just an idea in the air. It doesn't magnify hate. It doesn't encourage terrorist acts. It's just an idea. For example, if we compare hate speech in white supremacist groups and hate speech in religion, especially in comedy segments, let's say, well, white supremacists, they truly are advocating and encouraging violent acts, and that type of hate speech is really dangerous. It leads directly towards violence. But when you use hate speech as a form of comedy, just for laughs and giggles, I don't see where the bad consequences are with this. I don't see the negative effect, although it is disrespectful and immoral, but it does not necessarily lead to violence. Because if you go towards this road, you are really going you're really aiming for limiting individual freedom of speech. So we should be. الرأي الثاني جانا من عند زين. هاي زين, if you are hearing this, شكرا على إثراء الحوار and let's see وش حاب يقولنا. السلام عليكم. حول قضية هل تجريم خطاب الكراهية يقيد ولا يضبط حرية التعبير ويحاصرها؟ أو برانسيب خاصنا نحرروا المفاهيم، باسكو حنا أغلب المشاكل تاعنا هما لي كونسيبت. بالتالي أولا مفهومين: خطاب الكراهية، والثاني حاجة هي حرية التعبير. أنا حرية التعبير ما نشوفش حاجة اسمها كاين حرية مطلقة اللي يسميها روسو لي فيلوزوف اون جينيرال لا ليبرتي ناتوريل، الحرية الطبيعية اللي هي حرية الغابة. حتى في الغابة ما كانش ديك الحرية الطبيعية اللي هي المطلقة، هذيك ما كانش، توجور كاين المقيدة من جهة في إطار مجتمع، في إطار الطبيعة نفسها اللي تقيدك، اللي تخليك يعني تخليك دائما ما تصرفش بديك الحرية المطلقة اللي في ذهنك اللي يفرضها الذهن تاعك. دونك باقينا الحرية. قلت بالتالي بقات لنا الحرية الاجتماعية اللي هي كما يقول روسو مبنية على الكونفونسيون سوسيال اللي هو العقد الاجتماعي. كي نقولوا عقد اجتماعي بون نقصدوا أي كونفونسيون، سيتادير سواء عقد ديني، عقد عرفي اجتماعي، عقد ثقافي،
المهم أي كونفونسيون تربطك بأشخاص معينين، بمعنى أي رابط، أي ليان، حاجة مشتركة كومن. من هذا المنطلق مننفو دونك الحرية اوتوماتيكمون هي مقيدة. بالتالي حرية التعبير إذا بغينا نهضروا عليها دونك ما كاينش حاجة اسمها حرية التعبير بالمطلق، صحيح هذا او برانسيب نظريا، يعني كيما نهضروا في التيران في الواقع كي نربطوها بالتعايش المشترك. التعايش المشترك ايش هي الحاجة اللي ضده؟ اللي هي خطاب الكراهية. خطاب الكراهية هو البذرة، هو لا باز تاع التنافر، هو لا باز تاع الاقتتال ولا الانقتال كما يسميه فيلوزوف ديتيك. قلت كما يسميه فيلوزوف تاع المروك تاعنا، فيلوزوف ديتيك، هو غون فيلوزوف طه عبد الرحمن، يسميه الانقتال. سيتادير الانقتال شو هو أنه يكون نوع من التنافر المعنوي، وخليني نقول تنافر وجودي بين الناس بسبب ايديولوجياسيون تاع المصطلحات، تاع المفاهيم. أي مفهوم رانا نشوفه خاضع للأيديولوجيا، بمعنى خاضع للأدلجة، ماشي أيديولوجيا. أيديولوجيا حاجة لوجيك كاينة، حاجة طبيعية. الأدلجة بمعنى مصطلح ما ينتميش بالضرورة لواحد الحقل، انت ديرو تفورسي عليه باش ينتمي للحقل، وتولينا أزمة تاع مصطلحات. دونك أي حاجة تسبب خطاب الكراهية، حتى خطاب الكراهية في نفسه، أي حاجة تسبب خطاب الكراهية فهي ضد فكرة العيش المشترك. دونك الإنسان اللي يقول حرية التعبير ويحكي على العيش المشترك ويدير الكراهية، هذا إنسان متناقض ببساطة. دونك تجريم خطاب الكراهية نظريا حاجة طبيعية جدا، متناسقة جدا، أنه يعادي حاجة اسمها التعايش المشترك، حاجة اسمها حاجة اسمها حرية التعبير أصلا، باسكو راك تقمع في الآخر بحرية التعبير تاعو وتخليه يمارس أموره أو طقوسه أو أفكاره بضغط. هذاك الضغط ناتج عن كراهية اللي انت راك ديرها له. دونك نظريا نتفقوا، واقعيا أكيد بعض الدول أو الأنظمة أو السياسات تستغل هذه القوانين لتمرير بعض الأفكار أو استغلالها في قضايا سياسية أو دينية أو نعارات دينية أو فرقة أو طائفية باش تشعلها، لأنها مصلحة ذاك النظام أن يستمر في إطار إشعال تلك الطائفية مثلا، لأنه مصلحة تاعو سياسية أو مهما كانت. بالتالي هذا نقاش. الرأي الثالث جانا من عند كنزة. كنزة is one of my favorite humans في الدنيا هذه. ما تقدروش من باتي ماجينيو شحال she is underrated. تعرفوا واسمه the species اللي راح تجي بعد الإنسان، the superhuman. I actually believe she is one. So I don't think you're even ready for her analysis. اسمعوها. So hello, in the following recording I'll be talking about criminalizing hate speech, and a little bit more about hate speech, not the actual criminalization part, but yeah. So the question is, should we criminalize hate speech? First of all, I'll go with the yes, we should, and see where the position leads. So suppose one wants to criminalize hate speech. We should first of all come up with the definition for it. So what is hate speech exactly? The obvious definition could be, and the definition that you're going to find on the net is any abusive or threatening speech or writing that expresses prejudice against a particular group, especially on the basis of race, religion, or sexual orientation. So another issue arises from this definition, which is how do we define abuse, how do we define threats, and how do we define prejudice? So abuse is actually to treat someone with cruelty or violence in a repeated fashion. And threat is a statement. A threat is a statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action on someone in retribution for something done or not done. So it's trying to scare someone to force them into doing what you want to do or not doing what you want to do, what you do not want them to do, sorry. And finally, prejudice is a preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. Mostly prejudice is judging a whole group of people based on the experience we had with a few representatives from that group, or
even judging a whole group of people based on what we heard others said about them. So now and before moving on, we need to understand why we criminalize some conducts. Actually, this is a whole debate in and for itself. For example, John Stuart Mill, in his book On Liberty, suggests that we criminalize conducts based on the harm principle, meaning that harm to others is the only justifiable basis for imposing criminal liability. So if your conduct causes harm to someone or to a group of people, you should be criminalized for it. Other thinkers, such as Delvin, I think, suggest that society's morality is what holds it together. And so society can agree to criminalize immoral behaviors, quote-unquote, immoral behaviors, for the sake of prosperity and society's preservation. There are other trains of thoughts, of course, but let's investigate these two, just not to make this too long. So in a very quick glance, we can see that Stuart Mill proposes a more general and individualistic approach, whereas Delvin proposes a more relative and collectivist one. So for Delvin, a society can choose to criminalize a conduct because it harms the morality of the society, the morality of the group, and the safety and prosperity of the group. Whereas Mill thinks that we should criminalize behaviors because they harm the individual, they harm a person, not necessarily a group, but they harm a specific person before it harms a group. So the problem here is now with harm. So when it comes to harm, we have two kinds of harm that are obvious, which are physical and psychological harm. So both actually can lead to impairment and damages. Both have more consequences, both on the person receiving them and perpetuating them. So we tend to think that causing harm to others only has consequences on the person receiving harm. But in reality, it is more true to think that the person perpetuating harm also receives consequences, also has moral damages because of their act. And then before moving on, we need to understand that aggression is a human instinct. We all are dangerous in one or more ways, and our aggression can be manifested in numerous ways. The most obvious being physical violence. Physical violence is a manifestation of aggression, of the aggression instinct. And the least obvious manifestation is passive-aggressive behaviors or faking niceness. So you can be very aggressive with someone just by being nice to them in a fake way. So now we can see that hate speech is something like a way to canalize aggression and maybe even to monitor it. So instead of inflicting harm, inflicting physical pain on someone, we are going to hate on them with speech instead. And yet, the problem is that some hate speech can be turned into actions and leave both physical and psychological damages on people. And actually, the most interesting thing is that the doers of hate speech are rarely the ones committing the deed. So, for example, religious figures who preach hate for other religions aren't the one killing people. So it's their followers who are killing people. And Hitler wasn't the one killing all the Jews. Hitler just came up with the ideas, just came up with the framework. Marx wasn't the one establishing communist states. Marx just came up with the framework. The doers of such deeds are the followers of the people who suggested the framework, the system of thought. And they are actually followers who, for one reason or another, harbor the resentment for the figure being hated upon, or followers who didn't find ways to manifest their aggressive tendencies in healthy ways. So we can see that
hate speech can escalate into action, into aggression, into physical aggression to other people. There is another facet of hate speech, or this is actually a facet of criminalizing hate speech. So if we go on to criminalize hate speech, a plausible counter-reaction could be that the courageous ones, quote unquote, the courageous ones, or the ones who utter hate speech and are imprisoned or charged for it, will be seen by the people who harbored the same thoughts as heroes. And this could lead to further aggressive actions toward the institutions that imprisoned them. What is seen as criminal behavior, but by some group is considered heroism and a necessary evil by the opposing party. So if you have the Muslims hating on the Jews, for example, for the Muslims, the hate speech is actually heroism, it's actually truth. Whereas for the Jews, it's hate speech. So there is the problem of relativity, and there is the issue, the counter-reaction that is going to come up directly after hate speech is or would be criminalized. Another thing we need to note is that when we criminalize a behavior, we are actually seeking society stability. So we go back to Dervin's view. So if we want to criminalize hate speech, we need to ask the question, is hate speech threatening society stability or maintaining it? Because if we look at it as a way to canalize aggressive tendencies or the aggressive instinct, it means that it is maintaining society stability. Whereas if we look at it from the perspective of its second-degree consequences, which are aggressive actions, it is actually threatening society stability. And we actually all utter words of resentment with friends and close ones. The problem is that social media today has made the reach larger. So instead of saying all white people should die to my friends as a joke, these words today are heard by millions. So if I ever post them on social media, millions could read my post and could have an opinion on it. And it can truly make damages to some of the people who hear us or who read us. Because as opposed to my small group of friends whose situations I am mostly aware of, and who can count on me to uplift them if my words made wrong to them, I have actually no clue of what the people reading my sentences or hearing my words on social media are going through, and what kind of words can trigger them, can trigger either their childhood trauma, their depression, their anxiety, etc. So I still stand by my position that hate speech should be criminalized, because as we went towards a multiculturalist and open society where we have gained many advantages, like the advantages of technology, the advantages of being able to collaborate with people from various backgrounds and around the world, we must actually compromise some of our freedom for the sake of preserving the advantages that we gained. Or at least we need to know how to channel our freedom if we ever want to preserve the advantages that we have in a multiculturalist open society. So, as I have thoroughly or half thoroughly thought about the issue, hate speech that is directed privately towards an individual must be criminalized. I believe there is not even a discussion to be made here. Because in the same manner that physical harm towards an individual is criminalized, hate speech that is directed towards an individual should be criminalized too. Because it leads to real damages. On another note, hate speech that is directed towards a community of people from let's say, an outsider of that community must be criminalized too. Because what do you know about the community that you are hating upon? Your perception of reality
doesn't have to be true, but it isn't wrong. And as long as you have a community that has been living by some rules for hundreds of years, who are you to come up today and tell them that they are wrong, or not tell them that they are wrong, but hate on them just because they follow a certain set of rules, and a certain set of rules that actually worked for them? I believe it's not a person's role to hate on concepts or to hate on people based on a misunderstanding of their way of living. And I also believe that nature has its ways of selecting the best frameworks of thoughts, which is actually really obvious in the cultures that people are living in, or in the social systems that people are living in. We see that some social systems benefit from accelerated growth and prosperity, while others tend to turn around one fixed point and not go forward. But still, if you believe that some kind of set of rules are wrong, you need to provide arguments, not hate on the people that you disagree with. And on another note, if someone did something wrong to you, maybe you should either sue them if it was illegal, or actually move on, instead of hating on the whole community just because you had a misfortunate event with someone from that community. So, yet the problem left is what can one consider hate speech? We still do not. This is changing, and something that is hate speech for me isn't necessarily hate speech for you. I believe that this point can be updated over time, the same way that we updated all our laws and all our systems of rules. They were updated over time. But until we reach a common ground, a universal understanding of what hate speech is and what shouldn't be uttered in front of strangers or in front of millions of people, we can go on with speeches that we know to be harmful and destabilizing, like direct threats. We all agree that direct threats should be criminalized. We can start with that. So harassment also should be criminalized. Yet, I do also believe that criminalizing hate speech has to be supported with an educational system that invites people to accept that multiple perceptions of reality can coexist, and that multiculturality is now the basis of our world. And that actually civility includes dealing with another person according to universal morality, not the morality of your community. Leaving aside peculiarities of rituals and habits, we have to learn to let's say not diminish, but to abstract, to learn to go to another level of abstraction, where we deal with people according to what kind of goods and services we can exchange with one another, and not to what kind of rules or morality is underlying our systems of thought or our rituals of life. And now something that came up to my mind and that actually bothers me, and that I will not talk about, obviously, is how a society where hate speech is criminalized would do to manifest aggression from psychoanalytic perspective. I believe this is an interesting topic, and I will dig about this point on my own someday, maybe. So it was a really long recording. Thank you for listening, and goodbye. الرأي الرابع جانا من عند أمينة. Hi أمينة, how are you? Go ahead. السلام عليكم وسال. أنا بالنسبة لي تجريم خطاب الكراهية لا يعتبر تعدي على حرية التعبير.
لحقاش كي نفتحوا هذا المجال راح يولي اي انسان يقدر يأذي اي انسان، اي فئه تأذي اي فئه على اساس حريه التعبير. كي نجرموا هذا الشيء هذا راح نحو بزاف، راح نغلقوا بزاف حوايج منها الحروب، بزاف حوايج. باغ اكزومبل اخر حاجه صارت تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبه لهم هو عادي جدا انهم يجسدوا الانبياء تاعهم ولا الالهه تاعهم. احنا عندنا العفسه مقدسه. كون كاين تجريم خطاب الكراهيه، كما صراو الشيء هذا، كرو ما ماتش هذاك الاستاذ، كرو ما ماتوش هذوك الناس، تجريم خطاب الكراهيه ووضع حدود لحريه التعبير، هذا واش راه نحتاجه. انا ما نقدرش نجي نسب اي انسان على اساس حريه التعبير. هذا بالنسبه لي تعتبر جياحه ولا فضل. الراي الخامس ولا السادس I don't know, نسيت, I lost count, is from عبد المجيد. He is such a croissant. صح, bear with him, don't judge him despite استعماله للغة المستعمر إلا أنه he is making good points يعني. So listen to him. Hey, assalamu alaikum, Azul Flawen. This is my first time with you, and I'm French speaker than English speaker. كما تقول رانيا أنا كرواسون معناتها كي راح نهضر راح تكون تكتوكة. نبدأ بلا كيستيون تاع السوجي هذا، هو هل تجريم خطاب الكراهية هو تعدي على حرية التعبير؟ Et la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça parce que c'est un sujet hyper délicat. تقدر تكون ايه وتقدر تكون لا. ديجا باش نفهموا واش معناتها free speech and hate speech لازم ديجا نعرفوا واش معناتها. For the free speech, c'est the right to express your opinions publicly. هذه كاع متفقين عليها. Par contre, hate speech, we don't have the same definition everywhere. وعلاه باسكو the hate speech هي اللي تحدد la limite تاع the free speech. Et selon Cambridge Dictionary, hate speech means the public speech that expresses hate or encourages violence towards a person or group based on something such as a race, religion, sex or sexual orientation. Et moi je vais rajouter aussi le genre féminin ou masculin. Donc ça c'est hyper important. Mais malheureusement on n'a pas la même définition partout. Hate speech. And for me, we must give the correct definition of hate speech. وعلاش؟ باسكو لا ديفينيسيون تاع hate speech برك اللي تقدر تقول لنا اسكو اذا جرمنا هذاك الخطاب يكون تعدي ولا ماشي تعدي. بس اذا كان هو صح خطاب كراهيه دونك on fait rien. Donc il faut le condamner. C'est pour ça c'est hyper important de le définir. Et dans mes réflexions, moi, il fallait à chaque fois que je réponde à certaines questions. Et afin de déterminer, entre guillemets, est-ce que we're talking about hate speech ou là, no. The questions are who, why, when, where, about what. Voilà, pour moi, ces questions sont hyper importantes. Parce que أنا لازم نفهم أي حاجة dans sa globalité. Donc c'est pour ça que je me pose ces questions-là. نبدأ لكم par la première question تاع who. إذا رانا نهضروا par exemple l'exemple تاع un humoriste اللي هو sur scène يدار un spectacle ولا des blagues ولا des ما باليش un sketch sur les personnes en situation de handicap ولا des chrétiens ولا أي حاجة. Jamais نلقاو باللي quelqu'un qui va faire un crime contre ces personnes-là juste après le spectacle ou là. Donc هنا ثاني كاين notre débat qui s'ouvre. Est-ce qu'on a le droit de rire sur tout ou pas? Imaginons donc la situation. لو كان جا بريزيدون par exemple كيما بولسينارو اللي قال لو كان جا وليدي homosexuel لو كان قتلته. هنا واش يصرى؟ Premièrement, les homosexuels, ils vont pas se considérer comme citoyens à 100%. وعلاش؟ parce que الهيئة الأولى ولا البريزيدون ما يعتبرهمش كناس نورمال.
ou deuxième degré, toutes les personnes qui pensaient comme lui, donc يقولوا حنا on a la légitimité تاع نديفونديو بلادنا ونقدروا نضربوهم ولا باسكو هما ماشي عباد باسكو البريزيدون قالها. C'est the same thing about Muslims, black, Latino ولا whatever واحد آخر في بلاد كي يكون بريزيدون. بصح لو كان واحد ان جان اللي يهضر في الحومه يقول انا ما نحبش لي كريتيان، انا نو باسكو يقول الشعور تاعو واحد ما يسمعوا غير جوج ولا ثلاثه عباد. The second question هي why. لو كان نهضروا على ليموريست قلنا why راح يضحك الغاشي. هذاك اللي في الحومه بار اكزومبل just for sharing his experience مع الغاشي مع اللي في الحومه ميم سي فا انفلونسي اذا قال باللي قبائل ماشي ملاح باسكو عشت معاهم ولا العرب واتافر هنا يفا انفلونسي مي بصح ا بيتيت ايشال. لو كان نهضروا دوكا على مارين لو بان اللي حكمها بارتي بوليتيك تاع في ليكستريم droite في فرنسا. Quand elle parle des musulmans ou des arabes, elle va utiliser certainement des statistiques. La plupart du temps, elles sont fausses. هنا هذاك اللي عنده شوية des idées extrémistes هنا يقدر يدير des actes criminels contre les musulmans ولا contre les arabes باسكو علاش هو على بالو باللي هذاك المسلم كونتر بلادو alors que هي دارتو pour influencer réellement les personnes. Tiens. La troisième question c'est when. هذه c'est un petit peu compliqué ما راحش تفيدنا فوق بزاف مي بصح لازم نفهموا باللي la question se répond à un instant T. Voilà, parce que free speech ou hate speech, ils n'avaient pas la même définition avant. Un petit exemple, à l'université d'Oxford, ils n'avaient pas le droit ou la liberté de dire qu'ils étaient athées, parce qu'ils étaient so offensive pour les chrétiens. Donc c'est juste à un moment donné, on répond à la question actuelle. Et on sait très bien que la définition, elle va changer d'ici 10 ans. Where, c'est la question la plus déterminante تاع التروك. Premièrement, عندنا في les réseaux sociaux كيما Twitter. Twitter, il a décidé de déterminer qu'est-ce qu'il considère comme hate speech ou هو يسنسوريه direct. Facebook, il s'en fout. كاينين في لي ميديا على بالنا لي شان دي تلفزيون ولا لي جورنو عندهم اون لين اديتوريال هما اللي سونسوريو اذا حبوا ولا ما حبوش حاجه دونك هما اللي ديتيرميناو لي شال تاع لو هيت سبيتش هما اللي ديسيداو دونك ما راحش تشوف لا تلفزيون ولا في الاخر هما اللي ديتيرميناو. بار كونتر في الوار دوزيام هي لو ليو فور اكزامبل ان ذا يو اس اي ولا en France ولا en Algérie on n'a pas la même composition sociale. هنا c'est hyper important. وعلاش c'est important parce que في الامريكان par exemple why in the USA for example we have black, latino, homosexuality, islam alors que en France عندنا les juifs qui prennent la première place après les musulmans, les arabes, les homosexuels et ainsi de suite alors que contre le Dzaïr, c'est pas du tout la même chose. وعلاش parce que ما عندناش la même composition. نلقاو le hate speech في الريجيوناليزم qui veut dire يا وليد التشرا يا وليد منا وكيما المينيستر قال ما ناش في تامر راس و ainsi de suite. عندنا ثاني le hate speech envers les femmes. par exemple في الحراك وين كان الغاشي يقول ضربهم بلاسيد على لي فيمينيست هنا سي دو هيت سبيتش. وعلاش ديت هاد لي دي اكزامبل باسكو في الهيت سبيتش بور موا كاين ان اكت كريمينال اللي صرا وعلى بالنا في الجزائر كانوا نساء تضربوا غير باسكو ال سون دي فام جراو ولا ضربوهم بلاسيد وثاني على بالنا باللي كاين عباد ما داوش خدمه يعني باسكو هو جاي من هذيك الفيلاج ولا عربي ولا قبيلي ولا شاوي. دونك سي بور سا سي دي سوجي ايبر امبورطون والهيت سبيتش في الجزائر ويدور بزاف على هاد لي سوجي سواء نساء سواء منين جاي وعلى بالنا سورتو اكطوالمون زيد لها ان بتي بو بوليتيك تاع بوصبع الزرق ولا الزواف ولا الباديسي اشاك فوا واحد يجبد. سي بور سا هاد لي
deux points, ils sont hyper importants. Il faut comprendre la société elle-même باش نريبونديو على le hate speech lui-même. Et malheureusement في الجزائر مازال ما لحقناش لهذاك النيفو تاع نفهمو باللي الهيت سبيتش دون سا globalité. Par exemple les insultes تقول واحد يا يهودي يا يوذي. Si tout le monde va prendre ça normal comme une insulte, mais comme insulte, mais pas comme hate speech envers la religion elle-même. وثاني كاين la composition sociale qui هضرت عليها parce que كاين le côté religieux de la société elle-même. Donc le hate speech, il n'est pas vers, il n'est pas pareil partout parce que ce n'est pas les mêmes préoccupations de la société elle-même. Les probabilités باش واحد يفوت l'acte envers un juif دزاير راهي تؤول الى الصفر parce que malheureusement ما عندناش اللي يقول بلي انا جويف في الجزائر. دونك الردع تاعو ولا باش نشدوه ولا نكلاسيوه هيت سبيتش في الجزائر اكطوالمون مازال ما لحقناش لهذاك النيفو. دونك سني با لا بريوكوباسيون برينسيبال دوك اكطوالمون. الى لا كيستيون الاخرى هي على واش هذه لو كان دوكا نهضروا على عبد دونك تقولوا يا انت كحلوش انت هكذا انت رقيق انت سمين هنا tu l'attaques en tant que personne. هنا c'est considéré directement comme hate speech. بصح لو كان تقول لواحد tu critiques ses idées دونك هنا c'est pas considéré comme hate speech. ثاني لو كان كاين ديفيرونس بين une personne morale و physique. لو كان تهضر على gouvernement دونك هنا اوتوماتيكمون كي تهضر على الجوفرنمون راك تهضر على لي زاكسيون تاعو على واش راه يدير على لي لوا تاعو. دونك ما يقدرش يقول لك tu fais un hate speech envers un gouvernement parce que هو سي لي زاكت و لي بوليتيك تاع الجوفرنمون هذاك اللي ناتاكيوه ما راناش ناتاكيوه في هذاك اللعب. دونك il faut faire la différence entre la personne morale ou la personne physique وبين العبد و ses idées. Le côté législatif يقدر des fois يساعد d'une façon indirecte في الهيت سبيتش. par exemple في الامريكان تقدر تتخبى entre guillemets مور le premier amendement. في فرنسا par exemple كاينين وين تقدر تتخبى derrière la liberté par exemple تقول سي la liberté d'expression. كاين وين القانون قال لك t'as pas le droit تهضر على لا شورى par exemple ou les juifs donc تهضر عليهم الحبس ما كاش لا ليبرتي ديكسبرسيون. بار كونطر نولوا للجزائر كاينين تقعد هكذا تحت في اطار القانون عندك الحريه في اطار القانون وهما اللي ديسيديو القانون وشنو هو ومن بعد يقدروا يخرجوا لك واحد القوانين ولا واحد المفاهيم تاع مساس بامن الدوله ولا عندنا كاع هذوك الكلمات هذو كامل يساعدونا باش نفهموا لو هيت سبيتش والفري سبيتش دون سا جلوباليتي. مي بصح بور موا انا اي واحد يقول كلمه تقدر تقيس الاخر دون سا بيرسون هذاك سي دو هيت سبيتش باسكو كاين لو كوتي اوسي بسيكولوجيك دو لا بيرسون. نزيدوا عليها اي واحد يقدر يقول كلمه تنفلونسي لي زوتر باش يديروا ان اكت كريمينال يا يضربوا يا يسبوا يا باش يقتلوا هذاك سي دو هيت سبيتش ولازم يعاقب عليه القانون. باش يعاقب القانون لازم يدير شنو لا بلاص تاع هذاك العبد اذا كان بريزيدون ولا انفلونسور في لي ريزو سوسيو ولا ان بارتي بوليتيك ولا في لي ميديا ولا في الحومه لو كريم ني با كونسيديري نورمالمون لو ميم. باش نكملوا لازم نريبوندو على الكيستيون هل تجريم خطاب الكراهيه هو تعدي على حريه التعبير؟ بور موا نو. بصح اذا وفقط اذا خطاب صح هو صح خطاب كراهيه ويدعي الى العنف. اذا ما كاش خطاب يدعي الى العنف هنا يولي تعدي على حريه التعبير. ما لازمش نساو بلي حريه التعبير لي ايبر امبورطونط باش تافونسي البلاد باش تافونسي لونتربريز ولا يافونسي واحد العبد. بصح غير لازم يكون كريتيكيو لي زيدي و لو فونكسيونمون ولازم كاع نتقبلوا لي زيدي دي زان اي دي زوتر ميم سي نخمو ديفيرامون. اذا كنت كومونيست ولا الاخر راسمالي ولا المهم يكون عندنا الحريه باش نقولوا فاش نخمو واش نخمو. كيما يقول فولتير je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai à vos côtés jusqu'à vous puissiez le dire. هنا نورمالمون سي لو بوين اللي لازم كامل يكون عندنا ضك في بلادنا
بس نقدروا باش نقدروا نقولوا كاع واش نخمو بلا ما ندخلوا الحبس. والرأي الأخير جانا من عند سليمة. هاي سليمة. Let's listen to her. Good morning everyone and thank you so much for this opportunity. Today we're going to speak about hate speech ولا خطاب الكراهية اللي من وجهة نظر تاعي ما عنده حتى علاقة بحرية التعبير. مثلا أنا نهضر على موضوع حرية المرأة. إذا حابة نمد الموضوع هذا راح نمده على أساس إحصائيات، على أساس ديكا كاينين في المجتمع نتاعنا مثلا. لكن في الوقت اللي نبدأ نمد رأيي على حساب من ننحاد عن الموضوع ونبدأ نقيس في طائفة ما ولا نقيس في نوع ما من البشر ولا الجنس ولا أي شيء، فهنا بديت دخلت في خطاب الكراهية لأنه ما عندي حتى حق. الموضوع تاعي الأساسي هو حرية المرأة. نهضر بلي ستاتيستيك باللي كاينين بحوايج كاينة بحوايج نقدروا نشوفوهم ونقدروا نحكموا على أساسها. مثلا احنا فتحنا نقاش وليكن حرية المرأة مثلا. إذا أنت تشوف باللي المرأة حرة ولا تشوف باللي المرأة تزيد عليها كي دوموندي حريتها، معليش عندك الحق تهدر كيما هك، ولكن جيب لي حجج، جيب لي براهين، جيب لي إحصائيات، جيب لي ديكا كاينين في المجتمع، جيب لي واقع معاش، والتزم بالإطار هذا، التزم بالموضوع تاعنا اللي هو حرية المرأة. لكن تبدأ تقيسني أنا ولا تتحدث على أساس لبستي، هدرتي، معتقد نتاعي، ديني، هنا راك دخلت في خطاب الكراهية. ليس لك الحق أن تسب أي شخص ولا تعتدي على أي شخص لفظيا لمجرد يعاكسك في فكرة ولا لمجرد أنه ما يخممش كما تخمم أنت. أصلا في الدين تاعنا يعني، واللي هو مش موضوعنا الآن، ربي خلقنا مختلفين، لو شاء يعني خلقنا كل كيف ونخمو كل. So that's a wrap you guys. شكرا لكل واحد دا من وقته وبعث لي رأيه. Some of them were pretty long, so I thank you very much, and I hope استفدتوا من هذه الحلقة. اللي ما بعث ليش رأيه let's discuss it في شكل stories and posts on Facebook and Instagram, and thank you guys for listening and see you next episode.